بعد نجاح الجزء الاول من ميد ترم في كلام بيقول ان هم احتمال يعملوا جزء تاني، بس امتى بالظبط انا مش عارفه. اكيد لما ينزل جزء تاني من إليت. منطقي. منطقي. معروفه يعني، كنت فاكر فيدرا ظابط اصلا. فهماك فهماك وانا والله. قصه مسلسل ميد ترم باختصار بتتكلم عن مجموعه شباب في الجامعه بيعانوا من مشاكل نفسيه، فبيقرروا يخشوا ابلكيشن اسمه سيف سبيس. في الابلكيشن ده اول ما بيدخلوه حياتهم بتتغير تماما. وحياتنا. اه. طيب التأليف امم محمد صادق، ورشة براح. عشان الناس ما تبقاش عارفه محمد صادق عمل ايه قبل كده. عمل حاجات كتير جدا، اشهرها هبه. وماما وبابا. يعني اشهرها هبه، بس يعني بابا ده لما وصل للبيك بتاعه عمل هنا ماما هنا وبابا. بقى وقف مع نفسه وقال ايوه انا فاهمك هشرف على فاهم. شويه شباب. نسكيب ده ارجوك. طلع اجيال من ارجوك ورا. نسكيب ده. ماشي. نكمل. اوكي. احنا بنتكلم دلوقتي على مسلسل حلو وجميل ومحقق مليار مشاهده، وده ما شفناهوش من ايام لؤلؤ تقريبا. فاهم. ايوه والله. والله الحفله بتاعت لؤلؤ ما بس كانت شفناش 100 الحفله مليون. دي بجد. ف... آه. فده رقم حلو جدا مبروك. لمجموعه شباب. مبروك. وعلى فكره احنا لو برودكشن عموما عشان انا نبقى فرحانه فاهمين. بالحاله. اه. يعني فرحانه بالحاله ليهم كلهم، هم فرحانين من قلبهم كانه مشروع تخرجهم، فاهم. نتكلم عن القصه يلا. بتتكلم، حبكه القصه بتتكلم عن ايه؟ عن الراوي الكاذب. دي مش حاجه جديده عشان بس في ناس مبهوره بالموضوع زياده. لا هي مش حاجه جديده، احنا شفناها في إليت الجزء الثاني لما صامويل كان قاعد بيحكي طول هو اكبر السيزون. دليل ان هي مش حاجه جديده ان احنا قاطعين عليها من بدري فش. يعني هي باينه، بس هي آه. التويستات اتعملت حلوه من المخرجه بصراحه. يعني هي المخرجه كده كانت كده هنجيلها هنيجي نتكلم عليها. بس هي الروايه مش جديده. يعني مثلا اولاد رزق قايم على الراوي الكاذب ده، فالراوي الكاذب ده اللي هو بيقعد يحكي طول الحكايه من وجهه نظره. يعني الحكايه بتتحكى من وجهه نظره هو، وفي الاخر بنكتشف ان كل ده مش صح، هي الحكايه بتتحكى من وجهه نظره هو، واعتقد بيطلع بقى هو احنا الغلط في الاخر. معلش بدون قطع كلامك، بس الحلقه دي ما فيهاش حرق لان انا جربت لا انت اريح من المسلسل ده يومين، انا اتحرق يعني لي لو كل انت حاجه. قاعده في محطه الفضاء الدوليه هيجيلك يا هيجيلك جماعه كده بالنسبه لتيا نوتيفيكيشن. ونعومي، فاهم. فهيجيلك. فالكامبينه بتاعت المسلسل لطيفه، جدا. وهي خلت الناس تتفرج، فبقى في كامبينه اوتوماتيك. حصل. الناس بقت شغاله مش بقت محتاجين بقت الكامبينه. بقت كامبين حقيقيه بقى، بس يعني وبعدين الناس. يعني حواجب زياد زيزو دي لوحدها دي كامبينه لوحدها. انا بحبه والله. ماشي والله. يعني انا مش بتكلم، بس احنا لما نوصل لده بنتكلم على اوكي. الرياكشن الواحد اللي احنا واخدينه طول ماشي. المسلسل ده. الكتابه في المسلسل ده زي ما في حاجات حلوه جدا انا شايفها، في كوارث. احنا لسه متفرجين على الحلقه الاخيره من شويه. صح. حصل. يعني ده في حكايه حياه كانت في 2013 14 الفنانه كده، غادة عبد الرازق عملتها احلى. قفلوها لنا تقفيله هدايا. اه ما هي برضو نفس الفكره ان هي كانت طول المسلسل احنا فاهمين حاجه وطلعت حاجه صح تانية. صح مش حصل دي تقريبا نفس الكيس حصل ونفس دخلة المستشفى بنفس نفس الحاله. حصل. لا يا جماعه احنا عملناها هناك احسن، فاهم. هنا بدأوا بقى ايه يرضونا، يعني انتوا بقالكم 30 حلقه مش 30 عارفين حلقه. يعني انتوا، يعني احنا استحملنا حواجب لا احنا فنان زياد استحملنا هما زازا، 30 حلقه اصلا. واستحملنا صوت الفنانه مامة استاذه استحملناه لطيفه عادي. فهمي. استحملنا التلزيق بتاع عبد الله اللي احنا جبناه بعنا بيه المسلسل وانا في بالنسبه لي السعوديه. انا استحملت كاريزما ادهم. وبجد كل استحملنا كل ده، وفي الاخر تقفلونا القفله دي. انتوا كروتونا على فكره. مم. بجد والله. دي كروته. كروتها بس مباشره بس اخر مشهد لو عايزين نتكلم، اخر مشهد حلو جدا. انا ما عنديش مشكله في اخر مشهد. انا اه عندي مشكله واحنا بنقفل اللاينات واحنا بنعدي على بيت بيت كده اللي هو واحنا كان معانا 30 يلا بوسي حلقه. اختك بوسي اختك، عارف اللي هو يلا بصوا بعض هو بقى، ايه العبط يلا ده. اتصالحوا عارف انت اتصالحوا. الساوند اللي هو بتاع بوسي اختك بوسي اختك، انا كنت حاسه هنا ايه العبط ده. انتوا يعني انتوا الكلمتين اللي انتوا قلتوهم كنتش عارفه تقولها في الحلقه الخامسه. طب استني بجد، يعني ده بالنسبه لك تمام، وادهم لا ده مش لصالح تمام. امه بعد 8 حلقات من خروجه من السجن ده كان بالنسبه لك عادي؟ ده 8 حلقات يا ابني عدوا لا وهو لسه فاكر صلاح امه دلوقتي. خليكي لا نتابع نركز كان بس شويه في كان الحلقات. بيعمل ايه؟ هو بيصالحها علشان هو اتفضح على النت، انت ناسي ان روقت عليهم. اوكي يعني. هو اصلا هي امه ما هي امه كانتش. ما كانتش عارفه هو محبوس في ايه؟ ما انتوا ما انت متعقلوا الكلمه دي. الفنانه هي نعومي هما جايبينها راحت 3 غيرت مشاهد. اللابتوب من البيت عندها، وهي قعدت تعيطوا وعملوا مشهد بيعيطوا سوا ما وبتاع. سالتوش في اللي فات بقى،
اللي هو خلاص مش بقى هنتكلم في الماضي يا انت جاي صاحبي. تفتكري دلوقتي ده اتحبس قبل كده بسبب الموضوع طب ده. هو كان قايل لك انا كنت في الاسم بعمل ايه؟ يعني انت متابعه السوشيال ميديا اكتر من متابعه اسم يعني استاذه الاسم لبنى ونس الفنان برضو. جت تاخد من عندك في البيت وراح فده لا غير في سقطات بالعبط، اه بالعبط، واحنا لسه في الكتابه، احنا معلش. ما هو بص احنا نذكر الايجابيات والسلبيات تمام. ماشي في اتفضل. تويستات حلوه بغض النظر هي كانت متوقعه. يعني متوقعه قوي يا نبيل، متوقعه قوي. في ناس لغه لسان الشخصيه بتاعتها عاجبني زي نعومي، اه جدا. مكتوب لها دور لسان الشخصيه فيه حلو. على فكره هم كلهم، مش احنا لسه بنقيم هو في حاجات في الكتابه، بس كلهم مكتوب لهم الكلام نفسه كويس. يا جماعه هما بيتكلموا كده. بالظبط. وزياد زازا برفعة حواجبه بالتريحة اللي في كلامه وايا كان الموقف ايه، هما بيتكلموا كده. بغض النظر عن تشابه العائلات، يعني دايما بيبقى في مثلا اه. في العيله في امم. ابن مميز عن ابن، ده احنا شفناه عند كذا. كلهم على فكرة، كلهم مش تقريبا تلات مش انا ارباع واختها عائلاتهم بس. بالظبط. فده كان موجود، ده في تشابه كبير في ده آه، بس لطيف. مباشرة. انا يا جماعة انا بكره المباشرة. اه فما فيش عمق انت فاهمني، فما فيش عمق، لا كله بطريقة مباشرة. اللي بصي، هو انت كنت ممكن تعملها بطريقة انا اعمق في من حاجات كده. كتير جدا وقفتني لدرجه ان انا خلاص لا انا مش هقدر، انا لازم اكتب دي. انا في حاجات بعديها، يعني عايز بقول لك امم. انا مش جاي اجادج الموضوع، لا انا عاجبني الحاله. انا وانا جاي اقول ياسمين العبد بحبها جدا، احنا ما عندناش ومحمد مشاكل صادق ما مع عنديش اي مشكله حد معاه من لان انا دول. بحب هبته. فانا ما عنديش مشكله مع اي حد، ما عنديش مشكله مع لا. راشد براح عامه، لا انتوا م. لسان الشخصيات جميل جدا. بس انا في حاجات لا لا يعني فاهمك. مثلا يعني ليه بنشوف نعومي مثلا بتروح لدكتور وبنعرف ازاي دكتور فرويد ان الدكتور فرويد مات من اسبوعين بطريقه غريبه، ان هو لقوه ميت في العياده عنده. طب انت ليه بتشككني وانت في الاخر مش هتعمل اللاين ده؟ انت عارف انا حسيت بايه، حسيت احساس لما تبقى عند ضيوف وتسمع صوت الخلاط وفي الاخر يقدموا لك شاي. ايوه، فانت ليه عملت كده؟ صاحبي انا سامعه ان انت بتضرب طب طلع لي حاجه، ان هي قتلته، طيب حطيت له سم في فرشت المج لي اللي هي حاجه كل وما شويه. هي لمتهاش. ليه جابت له مج مرتين نفس المج؟ هي دي معرفش. واقعه من ليه بس معنى دي مش هنتكلم في الكتاب. ماشي. في برضو دي مش عارف كتابه ولا لا، بس هم كانوا بيدرسوا صيفي وشتوي في نفس الوقت، دي من الحاجات انت برضو. انا بصراحه مش فاكره حاجه زي كده، لا بس انا انت قلت فاكر. لي آه لا دي بصي انا هنتكلم دي في الحاجات دي في الكتابه. ما احنا في هنا، حته كده احنا في في حته الكتابه. كده في امم. حته كده، يعني قصدي الكلام دي في الاخراج. امم. تيا لما راحت للدكتور النفسي وقالت له ده انا بتعالج دلوقتي عند في اسمه ايه ده فرويد. في فرويد ومش عارف ايه، قال لها ايه ده بجد بعتي لي اللينك تمام. فتح فنكتشف ان اللينك. هو فتح اللينك وتهكر. انت انت عبيط ولا ما ايه؟ انت فرويد. بتعملوا كده فوق ليه؟ يا موهوم يا ابن الموهومه، ايوه انت فرويد. لا والفكره ان هي بقى لما نعومي وادهم راحوا نعومي ويونس راحوا امم. لمراته اللي هي يعني حرمه، اه. قالت لهم وهي بتحكي لهم القصه بقى فبعتت له. فراح جاي نعومي يعني هي هاكت الدكتور فرويد عن طريق اللينك اللي هي بعتته له. بتتكلموا في ايه؟ ما هو اللي عامل الابلكيشن كامل. لينك ايه اللي هتبعته تهكر؟ انتوا بتتكلموا في هو ايه؟ ليه بيفتح وانت اللينك؟ بتاكدي الكلام ليه يا نعومي؟ انت خلاص حافظه مش فاهمه. الافيه فين بقى؟ امم كوميديا القدر، ان دي الكاتبه اصلا نورهان ابو. فاهمك. عامه انت ما لفتش نظرك ان المشهد ده غلط، يعني في حاجه. لا ما هي دي الكوميديا، ان هو بالظبط ايوه ايوه. انت لفتش اللي نظرك هو في حاجه. طب انت انت اللسان اللي وانت انت بتقوليه بتقوليه كده مش حاسين ايه ده، ايه تقيله ايه عليا. مين اللي كاتب الكلام؟ يا جماعه تقولي الكاتب ايه ده؟ انا لا انا اسف. يقطعني. ما بالظبط. نركز يعني. آه برضو كان أنا مش عارف هل هو تيا كانت بس ده اتبررت بعد كده. انا دي كانت مضايقاني شويه. هل هو انت بتحكي، يعني انت كدكتور وعندك ناس كتير، هو انت مم. بتحكي مشاكل المرضى عندك لمراتك كده عادي كل يوم بالليل وانتوا ما قاعدين على فيش يا السرير؟ ستي. هي مفيش يا بعتت أصل لي تيا مج. بقى يا ستي، تيا جابت لي مج النهارده القسم جابته لي من يا اسبوعين كمان القسم بجد فماشي. بيسلم بس ده عليك. احنا بررناها لان تيا كانت متعلقه بيه زياده. لو في مريضه متعلقه بحد كذا فانا بررتها لنفسي. بس مش هقول يعني ان هي تتعالج من ايه. ماشي اوكي. بس انا بررتها لنفسي ان دي تبقى مصيبه سبحان الله هي عارفه مبدئيا. كل حاجه وعارفه الابلكيشن وعارفه انتوا مين وعارفه كل حاجه دي. امم. ف... ماشي. هو مش ماشي بس ماشي ماشي. برضو من الحاجات الغريبه، بس دي برضو هنرميها على الاخراج قدام ثواني. هي علاقه يونس وادهم اتبنت امتى؟ مرة واحدة لأن هم بيحضروا مع بعض بتاعة شارك تانك. وده يا باشا بيدرس مش عارف ايه، وده بيدرس سايبر سيفتي ولا هم سايبر اتصاحبوا على بعض في سيكيورتي. اللوكيشن. انتوا اتصاحبوا اتصاحبتوا على على بعض بعض في اللوكيشن. امتى بجد؟ يعني انتوا امتى بقيتوا صحاب؟ اكتشفنا كده فجأة وده في جامعة وده في جامعة. يعني امم. انتوا عارفين كده في البي ايه؟ عارفين بعض اسمها ايه دي؟ اه عارفين اه. بعض في الجامعة دي قوي كده؟ لا ما انا مش اعتقدش. عارف بصراحة. انتوا عددكم كام؟ انا عايز افهم الموضوع بس. فدي برضو من الحاجات الغريبة جدا بالنسبة لي. مم. آه،
في رابطه غريبه عجيبه حصلت، ان ادهم اتسرق منه 20,000 جنيه باتنين تمام، وتيا اللي كانت عامله الموضوع ده. اه يعني تقريبا لو اجرت عيال عشان يسرقوا ال 20,000 جنيه هيبقى هتدفع اكتر من 20,000 جنيه اللي هي سرقتهم مجنونه علشان تدفع بقى. بيهم. هي اخذت 20,000 دفعت بيهم حاجه تانية، فاهماني؟ فاحنا في علامات، في حاجات كتير. احنا كنا بنرمي وفي حاجات لميناها وفي حاجات ايه ده يعني، فاهم؟ وبرده بقى اكتر حاجه عايز اتكلم عليها، ومش بتكلم في اللاين بتاع هنا واختها، مش بتكلم على ممثلين، انا بتكلم على اوكي. الكتابه. من احنا ناحيه دلوقتي منشنا ان هي اختها مريضه سرطان، حصل. تمام، ومحتاجه تبرع بالنخاع، فهنا اختها هتتبرع لها، مم. تمام. فهنا ما كانتش عايزه تتبرع لان ده بغض النظر ان هي مشكله عائلتها وكده، لا ده خطر هي باعت على فكره ان يا المتبرع، جماعه لا ده خطر على المتبرع، وده مش صح تماما. وفضلت بايعاهولنا لحد امتى؟ لحد حلقه 29. وبررنا ازاي بقى؟ احنا نشكر لهذه المخرجه الجميله ان هي لما شفنا في يعني كان في هجوم في على بوست بتاع هبه راشد بالظبط، ان لا يا جماعه انتوا كده بتخوفوا الناس ان هي تتبرع لو في حاجه زي دي، لان في طفله اساسا من كام سنه كانت عندها المرض ده واهلها خافوا يتبرعوا علشان ده خطأ، حتى مامتها خافت تتبرع لحد ما الطفله ماتت. فاحنا صدرنا الموضوع ده، وفي المسلسل جينا ناكد عليه، بس لما ادركنا ان احنا بنعمل غلط فبررناه ازاي بقى؟ بمشهد مواجهه ما بين هنا واختها في الحلقه 29، في شوت كده لوهله وهي اختها بتتكلم كده، فجاه انا يعني حصل لي جامب كات في الصوت، ما تسالنيش ازاي، ما تبرريش ورا اللي انا بقوله. بقى في ريكورد اتبعت كده، تمام، ما هو حرفيا ريكورد على صوت على وش هنا. انت اوهام كدبتي عليهم وقلت لهم ان المتبرع عليه خطر وده مش صح وده مش عارف ايه، فانتوا بررتوا كل اللاين اللي انتوا راسمينه ده، اللي ورشه براح رسمها من اول المسلسل 30 حلقه لحد اخره بالريكورد ده، وعلى وش استاذه هنا 10 على 10 اخراجيا 10 على 10. خلي بالك، لا اخراجيا تمام، كتابيا 10 على 10 كتابيا يعني احنا مش حلو، ده مش حلو خالص. نعمل ريسيرش، يعني نعمل ريسيرش في الموضوع، يعني لو كلمتوا اي دكتور رفعتوا عليه سماعه التليفون كان الموضوع هيختلف تماما. فبس احنا انسانيا عالجنا الموضوع ده، فنشكر برضو للمخرجه، ونشكر لو كروك كتابه كان ليه دور في ده. احنا ما نعرفش التفاصيل دي، بس دي كانت بوينت عايزه اقولها في الكتابه، ونتغاضى عن باقي البوينتات، نقفل بالبوينت دي في الكتابه وكفايه على الكتابه كده. الموضوع مبطرخ قوي. ندخل على التمثيل، نخش على التمثيل. ندخل، اتفضل. ماشي، انا هبدا بالبطله بالنسبه لي، نعومي. جاله هشام. ايوه استني ايه، استني اقول لك ياسمين. بصي ياسمين، انا طلعت هنا، استاذ علاء بيحطها هنا والله. طيب ماشي. مش فاهم انت عملتي كده ليه، بس انا افتكرتها موجوده فوق فعلا. ماشي خلاص، وانا اللي بعمل كده ليه؟ قلت دبانه معديه ولا ماشي خلاص. اوكي. ده مش تقريبا من ياسمين العبد تماما. لا تمام. لا لان ياسمين كده وكده يعني بالنسبه لي خارج التقييم، فانا مش كده حاططها في وسط التقييم بتاع الممثلين، وهنسقف لها على حاجات معينه هي عملتها كتير يعني كتير. بس نتكلم عن جاله هشام شويه، هي هي في البيك دلوقتي، في البيك حرفيا، لان هي اقامه جبريه على فكره كانت حلوه فيه جدا. ابن النادي ما كانش ذنبها، بس هي كانت يعني كانت بتحاول تعمل اللي عليها. كان اللاين بتاعها مكتوب وحش قوي. احنا من اول مشهد ليها انا كنت بحبه، خلي بالك من زيزي بالظبط. انا ما بقدرش انسى طريقه ابعدي عنه بقى، زهق منك ومن قرفك ومن كان عليها هشام هي من اول ما ظهرت هي جميله، شطوره قوي. كانت زميله على فكره. ارمي لك حاجه في النص كده، اتفضل، ممكن تتشال في المونتاج على حسب. كانت عامله حلقه في بلايند ديت شو، كانت 3 مليون في المسلسل ده، خلال الشهر ده زادت 3 مليون كمان. وليه شباب في المونتاج؟ ده نجاح يا بابا، والله بجد احنا بنشيل الحاجات الحلوه. والله كان عامل حلقه مع واحد كده رخم قوي، بعيدا عن الشخص يعني، وهي كانت قالت له انا عايزه تقوم تقتله. وكلمت مامته في التليفون. المهم يعني ان الحلقه دي زادت الفيو بتاعها عالي جدا، يعني زادت ضعف في الشهر اللي هي فيه، مش في مليار مشاهده، على الاقل في منهم كام مليون راحوا اتفرجوا يعني، فطلعت لهم في الاكسبلور كده. المهم نرجع لجاله هشام، ده ما كانش موضوعنا، احنا بنروح فين بس. تمام. المهم يعني ايه الجمال ده، رائعه تحفه. ايه الجمال ده، وايه الشر اللذيذ ده. شر انا ازاي بحبك وانت شريره كده. ولما حصل السويتش انت ما حسيتش ان هو كنا بنمثل، انت فاهمني صح؟ لا اللي هو
ما حسيتش اللي هو يا سلام يعني هو اللي فات كان تمثيل او اللي فات ايه ده شر فيك. هو عموما ده الشر ده اللي هو بيبقى شر اللي هو عادي انا بحب انا مش شريره. انا بحبها لما بتقول يا انا بتقول مش يا تو شريره. قوي، يعني انا نفسي اسمعها تقول نبيل بس يعني دايما بيبقى بتقول عندك يا تو مشاكل. بطريقه والله بجد بتبقى لذيذه ما قوي، تحاوليش بقى بتبقى لذيذه جدا فاهماه. فلا اما بينه 2 و1 والكلام ده، لا هي مم. اعتقد الحاجات دي كانت يعني ممكن ما تكونش مكتوبه، وهم قرروا ان طب ما تيجي نسمي نفسنا بقى. اتمنى ما يكون ده حصل. اعرفش يعني خايفه اسرح في الحته دي لان انا حاسه ان دي بالذات لا دي سكريبتد قوي. اوكي بس في حاجات كده يعني تحسي ان هي دي من جلا هشام، زي مثلا ده قرف ما تعمليش كده، دي جلا. ساعه كنت بدلعها اه انا من لما كتر ما قالت هي لها ماشي انا نو انت مش قالت آه. لها لا ده قرف ما تقوليش كده. بعد كده لما مش عارف حصل حاجه برضو معاها ومع ادهم، قالت لها برضو ده قرف فده قرف ده ولما كانت بتقول لي زي يونس بص كده قدامك زي دينا شربيني لما بتقول والله، فاهماني؟ ايوه وحياه ربنا. جلا هشام ده قرف. باي ذا واي فحلوه. انت لو ركزت شويه مع جلا هشام هتحس ان هي ساعات بتحدف دينا الشربيني في مجدها. في مجدها ده بجد او والله اي مينت في مجدها مش دينا الشربيني في العموم. لا يعني هي جميله في والدور اكتر ده. وقت كان دينا الشربيني فشيخه فيه فهي جلا هشام ساعات بتلمس معاها. المسلسل ده هي شايلاه على كتفها اول 20 حلقه على الاقل، فاهماني؟ يعني هي عامله لا الكيمستري ما وفي بينها. الباقي والله يعني حتى المشهد اللي قفلوا بيه انت انا دمعت وعيطت انت مش دمعت واتخنقت بس انت دايما حاسس بغصه هنا كده اللي هو خبطت انا المايك. فهمت ما ماشي فدانا. فلا احنا جلا هشام في حته تانية. طب ياسمين ما دي قلت لك انا دي مش عايز احطها في التقييم اللي انا اقيمها وكده، لان ياسمين ما حشرتليش ان انا الشريره من اول ما بانش خالص، حتى في مشاهد المواجهه. وبرده لما حصل السويتش يا جماعه هي ما تحاولتش لان احنا دايما بيقعوا في الموضوع ده اللي هو بيعتمدوا ايه مش الجمهور عرف ان انا الشرير ما خلاص بقى باين ان انا الشرير بقى اطلع طلع كل لي الديل يا الشر ابني اللي هو لا ايوه صاحبي. بالظبط، طب فاهمه؟ ما انت ما كنتش انا بتعمل مش كده في ماشي الاول بالشوكه ليه؟ انا لازم امشي بالشوكه دلوقتي. خصوصا ان انت ما كنتش بتعمل كده في الاول لا هي فضلت عادي عادي انا تيه بالظبط. لدرجه ان هي زاولت برضو ناس قالت لا الناس بقى بدات بقى تتحنيك مش هي هتطلع نعومي فعلا ونهومي هي المصابه بكده. انا الناس دي بقى انا عايزه اشوفهم دلوقتي. انا مبسوط بده حصل. هي لولا ان هي عملت لا يا جماعه انا مصدقه انا بريئه، انا عينيا اللي بتدمع دي حقيقيه، انا دي ليها دور قوي جدا في الموضوع ده ان هو لا يا جماعه هي بريئه من غير ما تحزق ان انا لا انت لحد اخر حلقه يعني ايه يا فندم؟ يعني ايه يعني دي النتيجه النهائيه؟ انا حاسه الناس برضه اتصدمت سيكا ان هو كانوا الناس مستنيه تويستايه لا انا كنت مستني تويستايه ان تيا قتلت. ما هو بدري قوي ان احنا نقفش يعني او نعلن نريفيل التويستايه في الحلقه 21 انت جنان 9 حلقات بنعمل ايه؟ ما انت لو جيت تفصص بنلم بقى ده عبط بنلم سوري يعني بزعبط فاهم؟ بنلم ده يعني بس فانا مش عايز اتكلم عن ياسمين كأداء خطيرة. الاغاني عامله مود بصوتها. انا بقى ماشيه لهم في البيت ظلموه وهيموتوا ويعرفوا مين اللي ظلموه بس يعني لا تحفه ويا وجعك يعني ما حدش حس وجعك بس والله بحبها شغاله في العربيه وانا ماشي عادي، وهي برضو مش الصوت اللي عنده الامكانيات الجباره بس صوتها حلو تسمعيه وانت مبسوطه يعني. فعامله حاله وعامله مود والمشهد اللي هي كانت اكتشفنا اللي هي دي الناس بقت خايفه من المشهد وهي بتغني. وطريقه التصوير في المشهد ده حلوه قوي وطريقه الغنى والحته والافكتات اللي حاطينها على صوتها يعني ظلموه دي اتقالت بطريقه كده اللي هو انت فاهمني. لا هي كانت حلوه جميله قوي جدا. تعالي بقى نروح على اللي استفزونا وفي نفس الوقت ما ضايقوناش قوي. لا طب معلش هنبتدي يوسف رأفت. خش عليه يوسف رأفت خش انا سايبك والله انا كنت حاجزاه من بدري انت عارف. انا عارف انا عارفه ان اكيد في كاركترات كده في المجتمع يعني ماشي آسر ياسين مرتين هو مش حوار آسر ياسين بس هو احنا ليه يعني الكاريزما في اوقات غريبه جدا. ليه التصعيد ده؟ يعني انت بتتضرب دلوقتي مش لازم ومش بتكلم على المشهد اللي كان بيتضرب فيه من ابوه عشان ده هم اكيد قاصدين ان هو يبقى متماسك. هو عموما بيتضرب وانا لسه محافظ على كاريزمتي. ايوه فاهم. بحب كده بلعب باسكت كده لا عنده حته كده اللي عارفه ايه يابا ما تريح يعني فاهم. ايوه مفيش حد كده 24 ساعه. لا مفيش يعني انا فاهم يعني لا مفيش حد كده 24. انا هو بصي هو حتى لو في النموذج ده حاجات بس بص انت سارق حاجه من حد بس انا مش عارف هي ايه. الكاريزما هو سارق الكاريزما من الاستاذ آسر ياسين. انا شفته وهو بيسرق الكاريزما بصوته. انا شفته بقول لك مثلت صوتي حركاتي. لا
ما اعرفش عنك، انا عندي مشكله مع يوسف رأفت. بصي انا بالنسبه لي انا حاسس ان هو يعني عايز بس ايه يبدا ياخد لاين، يعني هو عايز ياخد حته ليه. انت دلوقتي ملمس في حتت ناس غيرك، هو انا طب معلش ممكن بس هو ابقى انا ظالمه، شاطر. هو شاطر هو ما شاطر. اختلفناش، امم بس انت مش قافش ان احنا شايلين الكاريزما طول المسلسل. اه بس يعني صح، يعني انا مش هو اتيتيود الكاريزما ده بقى لايف ستايل بتاعه، فاهماني؟ اللي ما هو مش دايما بقى. اللي هو تدي نفسك تقييم كام من 10 في الجمال؟ 11 من 11 من 10. 10. يعني اه دي فبقى خلاص هي لازمه فيه، فاهماني؟ مم. فهي خلاص بقى كل الناس واخده الاتيتيود ده حتى لو ثانية، هو احنا ليه طلعتيه بدور بنتعامل ان هو غلبان. بجد آسر ياسين؟ هو احنا ليه بنتعامل ان هو اه آسر ياسين بجد؟ والله. بس فما ماشي هو صدر ده. ماشي. فبس كدور كممثل حلو، هو ممثل شاطر. عمل مشاهد حلوه قوي. بس في حاجات برضه مش، مم. يعني مش زي جلال هشام وياسمين، لا يعني دول في حته ونبان ننزل لا تحت. عايزين نتكلم عن زياد زوزو. والله جامد. بصي عايزين نشكر مهبط المخرجه يعني. ان هي وظفته توظيفها في دوره. انت توظيف. انت ما بتمثلش، انت بتعمل اللي عليك. هو زي الزوج، اه هيعطي لك واحده بقع في النص في اي بالظبط. وقت لو انت فاهم. فيعني يعني كنت عايز اكتب كنت كاتب حاجه عليه بس ما انا علينا. افتكرتك بتسيبني وتسكرول، لو لا كنت اقول لا لك لا في مش حاجه الدرجات دي، كنت نبيل. كاتب حاجه بس اه مش مهم، هم برروها في الاخر. اللي هي التهتها. التهتها اللي هي بتيجي في وقت انا مش عارف هي بتيجي امتى وبتمشي امتى، ما هو فيش مرض نفسي كده. برراه ان هو بقى عنده ثقه بنفسه يعني. ورجعت له فجاه لما قالت له جمله مش عارف ايه، ما بترجعش كده. لو هي آه. راحت ده ما احنا لو بترجعش ده كده. لو زرار هياخد وقت عن كده. بالظبط. مم. فانت اكتب على فكره، عايز اقول لك على حاجه. لو انت بتتكلم ان هو من اول يوم، هي من اول يوم التهتها كانت بتروح في جلسه فرويد. اه ليه؟ علشان ما يبانش ان هو، عشان ما يتعرفش هو الوحيد اللي بيتهته في الجامعه تقريبا. ففي جلسات فرويد ما تهتش يا زياد. طب ما مش كده يا صاحبي. ما عملتش كده. اه فمش حلوه، مش حلوه خالص. ما هي دي برضو مشكله في الكتاب على فكره. بالظبط. ما اصل انت كاتب لي ايه، ما او انت. ممكن دي اصل انا عارف الممثلين لما بيكونوا عايزين يجوا يبسطوا بعد ما مثلا لو عملنا حاجه مثلا خرا في برستيج، عايزين نيجي نرجع. احنا ايه اللي انا بقوله ده؟ لا استنى اكملها لك اكملها لك. كملي ما كملي. اصل استاذ عمرو سلامه ما كانش اول مره يخرج في برستيج، اه وكان معاه زياد زازا، وهو من المؤمنين بزياد زازا اصلا، هو من اول من امن بزياد زازا ايوه كممثل. بس كان وحش ما قوي. طلعتش ليه بقى فاحنا هنا بقى جايين عايزين ما نحاول وظفتوش نعمل صح حاجه ليه؟ تانية، فايه رايك لما اعمل ده يبقى عندي التهتهه دي علشان عدم الثقه طب في ما نفسي لحقناش نشوفها، ما لحقناش نشوفها هو والله. بقى ما كانش واثق في نفسه ليه؟ احنا خلصنا المسلسل لا مش بجد والله. المشكله بتاعت هو كان واثق في يوسف. نفسه ليه بجد؟ ما ما كانش واثق اعرفش. عشان باباه كان مميزه عن، فلا في مره عشان ما كانش ابوه عايزه مسكه، يغني. هو اللي انا ما كانش فاكراه. عايزه يغني صح؟ اه ما كانش عايزه يغني. بود كان بيضربه. اه في مره اخد علقه ما ياما بدل اخوه اتضربنا. طلع بيتهته. سبحان انا الله. ما اعرفش اللي انا بقوله ده صح ولا، بس ده صح. صح، ده صح والله. ولا انا كنت سبحان يعني انا بسألك ده عشان تقول حقيقي. ايوه والله ده اللي حصل. احنا كل واحد من كتر ما احنا مش مصدقين بنكذب ان احنا لذيذ. اكيد سقطنا حاجه. ف بس يعني برضه زياد صدق عمل حاله حلوه اه جدا. اصل مش ذنبه برضو اللي احنا بنتكلم فيه. بصراحه. امم ولا انت اشتغلت على نفسك. اه يعني من اللي جدا. احنا شفناه اخر مره ليك انت اشتغلت على على نفسك فكره وفي جدا. مشاهد ليه حلوه قوي، ومع دنيا وائل في الحلقه برضو بس 29. يبطل يرفع حواجبه بالله عليك. طب بنعمل ايه يعني؟ والنبي ينفع بجد نبيل اقول اكشن لك يعني. هنعمل ايه طيب؟ بيتكلموا في كلام رومانسي رفع حواجبه، في عزا رفع والله لا في الحلقه حواجبه، الاخيره في ما كانش. فرح رفع حواجبه، في يا جماعه احنا نرفع حواجبنا طول. فرح الفرح. كان رافع حواجبه هو ورا، لا 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 انا نجيب لك بس شوت وهو رافع حاجبه في معلش مرة. بس معلش، هو انا ينفع اروح للفرح ونرجع تاني للممثلين؟ لا ماشي. طب هروح للفرح ونرجع تاني للممثلين. الفرح معلش بس عشان خاطري، ما انت ياما رحت للسلبيات ورجعت للايجابيات عشان ماشي خاطري يلا راضيني. ماشي. هو مش المفروض ده دكتور في جامعه فشيخه واعتقد معاه فلوس وهي يعني. دكتوره، يعني انت مسكتي فوق دكتور وهي مش دكتور، ما هي يعني دكتوره هو في ربنا طب. كرمه، يعني ربنا الفن قول هم مش هو ده ربنا كرمه كرمه. بالزياده، ده دافع 250,000 جنيه في عمليه كده يعني. يونس طب ما نعمل فرح قاعه اللؤلؤه. بس احنا كنا عايزين نتكلم عن الممثل ده بالذات، فاصبري. ماشي. اصبري. اتكي على العقل كده. اصل الموضوع ده غريب اتكي على قوي. استهدي بالله. عملوا فرح في مدخل البيت يا استهدي بالله نبيل. بس. الله. ماشي اتكي على العقل. ماشي يلا. خلصنا من زياد زوزو. اتفضل. كان حلو وجميل وانت بتغني وكل حاجه ورغم ان في ناس انتقدت الاغنيه بتاعت مسافر وحدك، بس انا حبيتها منهم هم هو الاثنين. انا تعالي نروح للكابل وانا اللي بتاعته. دنيا وائل. دنيا وائل. مم. هي مش اول تجربه ليها لا تمثيليا، ف بس اول مره احس ان هي دنيا وائل مم. كده. باي مم. ذا واي اللي ما يعرفش اغنيه، ما يعرفش دنيا وائل، هي مغنيه اه وعملت اغنيه ترند جدا ليها. اسمح لي افكر اللي هي معاك بتاعت انتهى لسه صلاحيه تعالي العسل. دي حلوه قوي. يعني انا اتوقع ان هي الفتره الجايه هنشوف بقى اغاني زياد زازا ودنيا وائل كتير. اصلا الناس بدأوا يشكوا فيهم بقى.
اللي هو يقول انتوا لك بجد ويجيب لك انتوا بقى مش فيديو سلو اه موشن وهو بيبص شفت يقول لك شفت ايه. الحاجات اللي كانت بتتعمل دي شفتها. ما يعني دنيا وائل جميله، بحبها. في اه السريع بقى منه، ماشي يلا. آه ادهم عمر. دوكها يونس. دوكها هو اسمه ادهم عمر ادهم عمر اخوه هو اللي يوسف اخو عمر. يوسف كنت عمر. اقول لك دوكها تمام. يوسف عمر ابن الفنانه الاستاذه لبنى ونس، انا بحبها امم جدا. امم على المستوى انا بحب الشخصي. العيله دي عموما، بقايا عموما بقى 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 فاهم شعيب كله. ادهم اول مره يمثل، ودي حاجه كبيره. على فكره هو حلو قوي اول مره يعني هو كان مكانه ورا الكاميرا، بصراحه. في ده اللي انا الاول اعرفه عشان ما من بقاش مامته. منافقه، في الاول كان في مشاهد كده مش قد بيتكلم فيها كده، بس هو لا تمام، عمل هو مشاهد حلوه قوي برضو، بالظبط. فتمام. لا وفي انا مشاهد موافقه. عيط ودمع لا لا انا هو بقول لك، لا انا ممثل. موافقه، انا ممثل، موافقه. ومشاهده ما بينه وما بين مامته جميله وناس بدات تشك فيه برضو، فتمام. ولما دخل اتحبس وكان لا حسيت لا انا حسيت اشتريت بكل جدا حاجه. جدا جدا. وبالنسبه ليك كاول تجربه ليك تقف قدام كاميرا، برافو. شاطر شاطر. بس ده طبعا جيناته بقى فيها تمثيل، يعني جيناته مامته فيها تمثيل صحيح. فجيناته فيها تمثيل واللي مش بصراحه. بيمثل فيهم دمه خفيف برضو يعني، فلذيذ. فعيله جميله جدا يعني. مم. فحلو. حلو. مين تاني؟ هنروح اخو ادهم كان في كاستنج السنه اه اللي فاتت. مم. آه... ميشيل. لا ميشيل ده اللي هو اخو ميشيل زياد مين؟ زازا يا ابني، اللي كان بيقول ميشيل اللي انا كان بيغني في الاغنيه انا بتاعت المره الوحيده اللي ضحكت فيها بصوت عالي في المسلسل ده، ساعه ما كان واقف بيتكلم مع دنيا وائل، لا هي مالك مش عارفه ايه، عايزه ايه بقى من اللي هو ايه ده يا انا لازم باشا؟ نجيب الحته ايوه دي ونحطها عشان الناس دي تفهم انا بقول ايه، دي بضحك عسل على قوي. ايه. لا عايزه عايزه ايه ايه بقى من من اللي هو زياد استنى هي طيب. نفسها انت ايه هي التويست دي اتربت عملتها بجد، امتى؟ هي اتربت بجد اللي هو ايه. ايوه. برضه كان ليه اغنيه لذيذه جدا طالعه في سعد يونس وبتاع. اه لا انا كنت فاكرك بتتكلمي على احمد. على احمد اخو اخو يوسف رأفت، مم. اللي هو اخو اخو ادهم. ادم. كان في كاستنج السنه اللي فاتت وكان تحفه. تحفه تحفه تحفه. انا آه... مش بضحك عشان حاجه، بضحك عشان هو كان في فيديو كده احتفاليه بعد المسلسل، وهو يعني لسه حزين، على الناس في يا الكومنتات عيني اللي هو حياته بقت خلاص بقى اطلع بره احمد بقى. ضلمة يما. عايز اقول لك على حاجه كمان، ان هو عنده حته حلوه كده، ان هو بيعرف يقفل المشهد بكوميديا. يعني بعد ما اتضايقنا واتعيطنا انت بتقفل بكوميديا، فدي حته حلوه جدا منك يعني، برافو. واو باي ذا واي، وبيعملها يوسف رأفت حاول يعملها كذا مره، مرات رشقت ومرات ما جاتش. عشان كان مستخدم الكاريزما فيها. ايوه مش كاريزما خلاص ليه؟ خلاص عشان عيد تاني خلاص. نخش على اللي بعديه بقى. مم. برضو كان في كاستنج، كانت في كاستنج امنيه بقى. خطيره. هي لما طلعت مع سعد يونس قالوا لها يعني عبلة استاذه مريم كامل. بجون كان بيقول عليها عبله كامل. انا امنيه باهي. خطيره هي معمولها من الشاذلي. اسكندريه. انا شفت لها عرض من 4-5 سنين. يا روحي. والله كان اسمه الافاعي، كان في نوادي المسرح. اوكي. هي كانت عامله دور لناس اكبر منها. عبلة كامل. عبله كامل عبلة بالظبط. كامل فعشان حرفيا. ااكد بس الموضوع، مم. وكانت عامله دور رهيب يعني. هي كانت جميله قوي، كانت وعينيها كان العرض معبره تقريبا قوي. اسمه الافاعي. كانت رهيبه، كانت رهيبه. كل الناس بتتكلم. انا مش همسك لك بقى ان هي محجبه ولسه متمسكه بالحجاب والكلام ده، لا انا ماليش دعوه انا مالناش دعوه. بشخصيتها. انا بكلمك كممثله. لا هي شاطره 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 وما شاء الله عليها يعني جدا. فربنا يوفقها وتكمل 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 يعني. وتفضلي محافظه على حوار ان انت بتعبري بعينيكي وانت ساكته اه انت جميله. تعالي نتكلم بقى على حازم. دكتور حازم اللي حازم. كلنا كنا شاكين فيه، وفي الاخر يا جماعه ما انا بريء اهو. اصل هو برضه ما انت طيب قوي يعني، هل انت طيب ساده كده اللي هو في انت وسط ايه انت. العوق اللي انا احنا فيه عندي ده؟ الدكتور في الجامعه كان بيجلدني وانا يعني ايه تروح لا واحنا في وسط مرضى نفسيين، فاللي هو ما انت ما انت اكيد مش هتطلع كده. انت فرويد يالا. ما انت يا فرويد يا تفهم هتقتلني في اعمل الاخر. حاجه. لا اللي هو في الاخر طلع ده انت طيوب اهو خالص. امال انا وانا اللي كنت فاكر. هم ليه امال انت عايزين ما انت طلعت طيب اهو خالص. امال هم المخرجين اللي حاشرين. ايوه بس فنبقى نجيب الحته دي بقى نحطها في ما احنا بنعملها بصوتنا لدرجه فاهمك عامة. احنا بدأنا نمنتج ونحط حاجات بصوتنا. عشان علي بقى مصلاوي يحط بقى يعيش. انت فاهمني يا استاذ علاء؟ ايوه انت رايح تساله تقول له انا عايز فهمني. اعرف فيه ايه. ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان. انا عايز اعرف فيه ايه. المهم جميل برضو جدا والدنيا زي الفل.
جراندات نروح بقى للجراندات. اعتقد احنا خلصنا، بس الشباب احسن نكون سقطنا حد كده ولا كده. البنوته غاليه لا انا كنت هنسى حد مهم جدا، وغاليه، قول. عبد الله. هو اتنسى بصراحه، بس لا بس عبد ده الله، يعني عبد ماشي. الله، عبد الله احنا كنا عايزين نبيع في السعوديه، فهنجيب واحد بس اسمع مني بس، والله القصه كده. فاهمك. فاحنا عشان دي امور انتاجيه ملهاش علاقه خالص طب يعني بس سطرين زياده. بس عايزين، احنا اتكلمنا مع حد. هو عبد الله دخل سبيس اكس ليه؟ سبيس سيف سبيس ليه؟ سيف سبيس ليه؟ والله العظيم هو يعني نفسه ما عندوش ابوك كان رافض ان اي. انت تبقى جيمنج، فاكتئبت ونزلت مصر، درست في مصر وبقيت جيمنج، يعني بقيت جيمر، يعني ايه مش فاهمه. حتى في المشاهد فلاش باك اللي في اخر ما حلقه بيلاقولوش كلام يقولوا. هم جابوا له مشهد عشوائي تقريبا هو واخته ساعه ما كان ماسكه لما الماسك، اللي هو ايوه يا جماعه في الام المشكله اللي ايوه، اللي يعني تيا تيا عملت ايه؟ اتسببت فيها. يعني تيا مزعلاك في ايه طيب يا باشا؟ ما عملتش حاجه والله، الست ما عملتش حاجه معاك، نعومي دي معرفش. مخزوقاك انا اصلا. بداوا يشككوني اللي هو انا يا جماعه فوتت حلقات لا على الدغري كده. والله لا. طيب هي ماشي. اخته طب اخته جت نزلت مصر واكتشفت فجاه، هي اخته دي راحت فين بعد بعدين كده؟ ما هي شافت الماسك في اوضته. اخته راحت فين اللي كانت هتقدم معانا في الجامعه دي، كان المفروض نشوفها؟ ما راحت فين؟ بتقلب بقى في يا حاجات. ورشه براح قولوا لي اخته راحت فين، انا مهتم بالموضوع يا ده. ورشه براح احنا مش طالبين كتير، كان سطرين زياده في قفلوا لي الورق. اللاينات اللي انتوا بتفتحوها دي. يا ما هو منها لاين هم ولا الدكتور فتحوها ولا قفلوها يعني فهموني اللاين ده هيروح فين؟ ما علينا. وغاليه بما ان احنا كنا لسه هندخل على غاليه. غاليه. اللاين اللي انا ما كنتش فاهم ان هي بتسرق وجبناها في، هي الفنانه تيا كانت قايمه عارفه ان هي هتسرق دلوقتي، فصورتها بمشهد اتش دي بكاميرا ميني اليكسا جايه من وزوم كوكب ان زحل، اكيد على لا. رجل امينه والزوم اللي كان انتوا يعني هم قفشوها وهي يعني اصبري حطي ايدك في الشنطه دلوقتي واخدينه كلوز، ده استحاله. في جمله اتقالت في اخر حلقه تصنف من اغبى الجمل اللي اتقالت في الدراما المصريه كلها. انهي واحده؟ بتاعت عيد ميلاد؟ لا. طيب ماشي. غاليه قاعده بتكلم نعومي وبتقول لها طلع عندي كذا 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 ايا كان اسم المرض ايه. اه انا بس بقى انا اكتشفت ان ليه علاج. انا اتفاجئت انه ينفع يتعالج عادي. يعني ايه؟ اكتشفوا الطب سنه كذا. يعني ايه؟ 100 ترم سنه 26 مش حاجه اسمها 26. كده. حبيبه قلبي مش حاجه اسمها كده. انت متعلمه يا ماما. انت في جامعه والله وبفلوس. انت مصروف يعني عليكي. انا لو اهلها ازعل على الفلوس انا صرفتها. فانا لو انا يا نهار اسود، أزعل. ده انا لو سمعت بنتي بتقول كده يعني او ايه ايه ده براح؟ يعني ايه براح؟ قولوا لي يعني ايه؟ كمل. اكتشفت ان هو ينفع يتعالج. هو ايه يا حبيبتي هو ده؟ ليه؟ مش فاهم. ما علينا. يعني أصل أنا الجمله دي لولا ان نعومي سنداكي في المشهد ده ما كناش عدينا، كانت تبقى ترند ضحك. والله العظيم يعني. نعومي نفسها كانت مش مصدقه اللي اللي هو بيتسمع يبقى برضه. ايه؟ احلى مسا عليك. هنزل دمعه معاك عشان اعلم معاك المشهد. جراندات. ندخل على الجراندات. يلا بقى عايزين نشكر المخرجه الاول لاختيارها الجراندات الحلوين دول. لان هم مش اول اختيارات هتيجي في دماغك وانت بتشوف هترشح وانت مين معاك اللي الورق مش هتختار دول. اميره العايزي بقى لها قد ايه ما عملتش حاجه من الميزان تقريبا، ما بس هي شفتهاش إن حاجه جدا. جدا أحمد عزمي. الكاركتر تحفه. خطير. الراجل اللي لسه محتفظ برونقه ده، وفي نفس الوقت انت مقلق منه برضو. انا في اي لحظه حاسه ان هو هيحدفني بحاجه، فعامل دور حلو قوي قوي. بابا تيا سوري بابا نعومي، عشان النموذج ده يا جماعه الهزار ده بتاع الاب مش المتصابي يعني المتصابي اللي هو عايز يعمل نفسه صحاب. انا لا مش هتاكل مش معاها امك اسمها ايه؟ لا خلاص ده انت تروش جدا. فهم بيهزروا كده على فكره. وحازم سمير خطير برضه. ابو بقى تيا. لا هو الاختيار كله الضيوف. عايز اقول كمان وآلاء سمين لبنى ونس ولاشين لاشين. لاشين لاشين لازم نشكرها. انا قلت ليه؟ لان جوزها ما كانش بيعمل على صعيد اخر جوزها كان فلاشين لاشين كانت تحفه. فنشكرهم كلهم وفي الاخر نشكر المخرجه على اختيارها التوظيف فوق الهايل ده. الكاست كله بصراحه هي المسلسل ده مفيش مسكست بالنسبه لي. وبرده فكره ان هي يوسف عمر ان هي اخدت ريسك ابن لذينه. اصل ده دور ده بطل. ادهم ادهم عمر معايا. التاني مش هيزعلوا يعني. رفيع وصغير. عارفاه. تعالي نتكلم عن الاخراج يا باشا. اول حاجه قبل اي ما نتكلم ولا في سلبيات ولا في ايجابيات احنا لازم نقول لها شكرا. اول عمل انت عملتي حاله تحفه. واحنا بقينا متفقين ان خلاص المخرج اللي بيعمل اول عمل ده مش لازم في حاجه لا خلاص بقى. فخلاص ما عدناش طلعت بتنفع عادي. بالظبط. انا ادم طلعت بتنفع مره يبقى طلعت بتنفع على طول. انت شاطره في التوظيف. بعيدا عن الكادرات انت حاولتي تعمليها يوسف شاهين قوي بجد. كادراتك حلوه وتقريبا بتتفرجي على اجنبي كتير، واخده بالها من تفاصيل كتير وموظفه حاجات كتير جدا. وحاولتي تساعدي الشخصيات بحيث انها تتوائم، زي مثلا زياد زازا ان احنا شفناه بيمثل لاول مره.
ماشي بس ماشي. ماشي اوكي، شفناه حاجات قبل كده، بس شفناه يعني ما انا بضحك ككاركتر عشان كبير يعني فاهماني. مم. فادهم عمر اول حد خدتي الريسك معاه واشتغل والدنيا حلوه والناس بتقول عليك جميل جدا. لا انت مطلعه من ناس كتير جدا انت شطوره يعني، مخرجه بصراحه. شطوره. بصراحه في مشاكل، بس كله عنده مشاكل يعني، بس هي كل الناس عندها مشاكل مم. فعلشان كده على خلينا نذكر كام فكره حاجه ايجابيه كمان. انا يعني أنا مش عارف دي كان توظيف ولا كان انتاج ولا كان ايه بالظبط. قول. الاوضه بتاعه ادهم لا كانت دي ضيقه، شطاره مخرجين، دي شطاره مع ان الاوضه اللي مخرجين. جنبها واسعه، يعني كان ممكن استخدم الاوضه لان الواسعه في هي التصوير. اضاءتها في الشقه دي غير الشقه دي غير الشقه دي. انا بحب كمان الديكورات مش شبه بالظبط. بعض. انا فاهم. حابب فكره ان انت معيشاني في ده، معيشاني مع كل شخصيه، حتى من اول ما وصلتي لبيتها لا هو في خنقه، في مم. خنقاهم. كانت حاطه كاميرا في مشهد في كذا مشهد من مشاهد بتاعت ادهم على السرير، لدرجه ان هو لما بيجي يقعد على السرير الكاميرا يعني فاهم اللي هو ابوس ايديكي، انا مش عايزه اقعد من جنب ادهم على يعني فاهم، هي فاهمك. مش عايزه ابقى بس فريم حلو وكادر حلو لا جدا. حلو. والفريمات اللي هي يبقى اخوه في اوضه وهو في اوضه، وفي ظهرهم في ظهر بعض، وانت جايباهم والترانزيشن اللي بيحصل في مشاهد عاديه، وبعد كده بنلاقي نفسنا في عند الدكتور فرويد. ده حلو قوي. خطيره. ومشاهد دكتور فرويد متصوره حلو جدا، امم والنقلات ما بينهم ما بين الشخصيات جميله جميله. لما خدتيهم برضو، لما بقوا قاعدين مع بعض مش في اوض، وفتحتي وجبتي توب خطيره. لا خطيرة. جميله جميله لان جميله على فكره معظم السلبيات هي هترمي في الورق عشان لا نبقى هطلع لك بقى سلبياتك في يلا الورق. يلا 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 بينا باشا. يلا. ليه بيلبسي في الشتوي في نفس المشاهد مش دي؟ انا شايفها جدا. في صف كده غريب في مواجهه نعومي، ده لازم اتكلم عليه. تكوين مسرحي. لما راحوا عشان يواجهوا نعومي، يلا الثلاثه يقفوا قدام وانت اقف وراه وانت اقف وراه وانت وراه، تعالى بقى انت شمال شويه، تعالى يمين شويه عشان انا تبان فاهمه. تيا وشك بقى عشان يبان معانا. بصي انا عندي مشاكل اصلا في مشهد المواجهه ده. مفيش حد بيروح يواجه حد كده بالظبط. المهم يا سيدي، فلا التكوين ده كان وحش جدا. تمام، دي من الحاجات الغريبه جدا. حاجه تانية من غير ما افتح الموبايل، الشوتات اللي اتاخدت 3 دي للفنانه وهي بتسرق، ده غير منطقي بالمره. حاجه تانية كمان، استني كنت جايب حاجه كمان. املا اغني لكم ظلموا A few moments later. اخر حاجه بقى خالص، احنا مش احنا قلنا خلاص المخرج اللي اول مره يخرج احنا هنحاسبك كمخرج عادي، لان هي بقت بتحصل حلوه وانت مطلعه شغل حلو. ده السيزون ده لوحده طلع لنا خلينا ننتقد الحاجات اللي احنا شفناها وحشه، علشان مش اساءه ليكي، لا انت جميله واحنا قايلين بتطلع شغل حلو وناجحه ومن اول مره. بس مثلا في حاجات مش عايزين نشيل كل حاجه للكتابه. ليه؟ لان احنا او يعني مثلا في مشاهد ممكن نصلحها واحنا بنقرا كده مع بعض وقبل ما نصور المشهد. معلش اسمع، عشان لو بتاعت الكتابه لوحدها يشيلوها طيب عادي. مثلا مثلا احنا محققين نجاح حلو قوي زي ما زياد زازا واسمها ايه وحبيبته كانوا بيتكلموا. دنيا وائل. احنا محققين نجاح قوي، عاملين 2500 على تيك توك. ايه يا باشا؟ يعني ايه محققين 2500 على تيك توك؟ انتوا لو اصلا فتحتوا التيك توك ده انتوا لو دخلت كبستوا قناه معقوله بس هتجيبوا اكتر من كده. يعني ايه؟ يعني احنا محققين نجاح اصل 2500 على تيك توك ده عبط. مش فاهمكم بصراحه. ده منزل ايده بس دي مجسر يعني. دي مجسر ريتش عند كروان مشاكل الريتش عنده اعلى من كده بكتير. فين معلش هي مش اخراج، هي كتابه. ايوه، ما احنا ممكن نعالج ده، بدل 2500 خليها 200,000. تعديل، خليها 300,000. انا بقول لك انا مش عايز اشيل كل حاجه في الكتابه عشان كده. في حاجات احنا ممكن نعالجها. جايه لك بحاجه في الكتابه. قولي. مش يعني قولي. مش هسيبك. ما انا خلاص احنا اتكلمنا على سلبيات الكتابه. معلش. ماشي. استاذه لطيفه فهمي جدة دنيا وائل، السويتش اللي حصل في الطيبه اللي بقت الجناحات طلعت فجاه في مشهد غير معروف. انت 30 حلقه وده اصلا عيب. صح. يعني ده عيب اصلا ان احنا مسلسل زي ده كان يتلم في 15 بس ماشي. دي 30 كان طويل قوي، بس 30 أنا حلقه مستمتع. على الاقل انا عايزه اشوف منهم 4 حلقات على ما الترانزيشن ده يحصل. صح. لان انا مش هينفع ابقى امونه الغوله لحد 18 او 19 حلقه ويحصل موقف ابقى طيبه وجميله وفجاه بقيت اطيب من الفنان بهاء سلطان. فاهمني؟ لان انت ما حصلش اي تدرج، ده كانوا لسه عمامها تحت وهي قالت لها بقول لك ايه، احنا مسا عليكي هنعمل ديل. طب ما هو مش كده. تعالي يا بنت اقعدي على السرير. طب ما هو مش كده. هنتكلم عادي. انت ما يعني فاهم. فانا فاهمه ان موقف هروبها ومش عارفه ايه خلاها تتاثر وانت بس مش كده.
لان انت شخصيتك وسعيديه وتربيت وما تربيتش، ده ما يطلعش منك. فانت ما تربيتيش كده. مفيش واحده بعد سن ال60 هتغير مبادئها كده لا يعني. لازم يحصل حاجه قويه اكتر ان هي تحسسني ان و بشيء يذكر هنا واختها لما مم. اتصالحوا في اخر حلقه. طب ما ده كنا ممكن نقوله في 5 حلقه عادي، مهدنا على فكره. اللي هو تيجي نفتح صفحه بما الحلقه معناه 29 يعني ما انا كنت بكلمك في اللي هو المشهد اللي العبط هم ده. صلحوا فيه الدنيا ده لا ما ده في احنا بقى الحلقه واحنا 29. بنقفل اللاينات يعني ليه مش نعيد كده، نفس المشهد تاني هم قاعدين بس المره دي يتصالحوا؟ يعني قبلها بحلقه ما تصالحوش والمره دي يتصالحوا، ممكن تصالحوها قبلها بحلقه مش وخلاص. كده يعني مش لازم خالص. نقفل كل حاجه في الحلقه الاخيره وحلو ومش لازم وخلاص. النهايات كلها تبقى سعيده. خلي بالك ان هي مش سعيده خلاص، هي ستيل لوحدها. يعني على احنا ايه؟ شفنا ان تيجي لا 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 لوحدها. انا بتكلم على اللاينات التانية، يعني هنا واختها تمام مش عارفه ايه، مفيش اي فاهمك. رواسب كده، مفيش اي حاجه. هي كانت هتبقى كليشيه جدا. انا فاكر واحنا قاعدين بنتفرج على الحلقه وانت قلتي ايه، يلا احضنوا بعض احضنوا بعض. لا انا ما كنتش عايزهم يحضنوا بعض. انا بس عشان انا بحب فلان انا بس لا تيا لا لا دي كنت ونعومي براضي حاجه في دماغي. كنت بتردي حاجه في دماغك، بس هما لا فعلا هي حلوه كده ان هما لا لا دي ان النهايه هي الوحيده بقت لوحدها المنطقيه. بالظبط. بالعكس انا متضايقه من التانيين اللي بردا وسلاما في ايه. وشابوه بصراحه الفنانه ياسمين العبد مم. انها جابت تروما ليوسف رأفت. مش هعرف بنات تاني والله بجد. كتر خيرك والله يا فنانه، برافو عليكي. أصل في بنات بصي- كتير قوي واقفه في ظهرك على الفيس، انا شفتهم وانا بلايك معاكي لان والله. هو كان كوين. لازم يجي له تروما كوين بصراحه. عشان نبطل بقى نهدى شويه كاريزما. عشان الكاريزما تقل شويه وكان محتاج ياخد ده. بس حلوة الاسبوع حلو وانا مبسوط. وانا جدا. مبروك المليار. وتعالي نشوف هنتفرج. عقبالنا عقبالنا يا رب. وعقبالنا. مسلسل حلو. يلا طب بصي تعالي باختصارا كده نقول ايجابيه وسلبيه، اكتر ايجابيه واكتر سلبيه في المسلسل ده. يلا بينا. انا اكتر ايجابيه بالنسبه لي مم. ان احنا خاطبنا مجتمع جديد، مجتمع الايجيبت، وما خاطبناهوش بطريقه انا من ايجيبت وبتكلم كده، عشان مفيش كده. عشان ما فيش كده. هو المجتمع عادي، المجتمع من ايجيبت وجين عادي زي جدا. وجين زي ان احنا طلعنا جين زي. احنا فعلا لسان كده. الشخصيات كلها جين زي وبرده مش بالطريقه اللي بيتسف عليها على لا ومش لا عبط هي حلوه. عشان هم مش عبط هم مش عبط، ما فيش جين زي عبيط دلوقتي خالص يعني. فلا كانت جميله جدا. دي اكتر ايجابيه بالنسبه لي. انا اكتر ايجابيه بالنسبه لي الحاله اصلا اللي عملها المسلسل ومريم الباجوري. عايزين بس نتكلم عن الحاله دي ان فيها اسباب كتير جدا، منها الميوزك، منها الديكور. ميوزك وايلي. الديكور كان خطير. احنا قلنا ان هو اصلا كان في بالظبط. المونتير كان شاطر جدا. خلي بالك الموضوع الجامب كاتات اللي كانت بتحصل دي صعبه. ومدير التصوير شاطر جدا لان برضو بدكتور فرويد مش بدكتور فرويد بالظبط. كان خطير اسمه كريم اشرف. وبرضو راعي الموضوع ده ان احنا بنتكلم برضو مش في اعلى بادجت. لا يعني احنا مش لا معانا على فكرة البادجت لا. العالي. احنا هو واضح ان احنا مش معانا البادجت عالي، بس احنا مطلعين كاننا في بادجت عاليه جدا. فلا جميل جدا. فاحنا عايزين نشكر الاغاني والميوزك بتاعت احنا شكرناها قبل كده بس اشكرها تاني، ونشكر ياسمين العبد على صوتها الجميل. بس السلبيه. انت من وجهه نظري كلها يعني تتمحور في الكتابه والمباشره. وش براحه. والمباشره. ايه براحه ده؟ قلتها قبل كده بس قلت ايه براحه ده؟ انا عندي منكم انتوا بروفيشنال. انا ما اعرفش. محمد بكر انتوا خنقتوه مين ده وطلع في الاخر معاكم حاجه صعبه جدا. انا ما اعرفش دي ارميها على مين، بس المسج اللي بتحصل في اخر كل حلقه. بصي هو احنا اصلا لوجو وزاره التربيه والتعليم بيظهر قبل فاحنا لازم نعمل فوق راسي. بس احنا مش اغبياء، احنا لازم متفقين ان جين زي مش عبيط. اوكي ماشي. فما ينفعش اجي اقول لك في اخر الحلقه ان الكذب مش عارفه بيؤدي الى ايه. طب ما انت اصلا بقالك 45 دقيقه فاهمك. بس في حلقه. عايز اقول لك على حاجه. انا فهمت ده. عايز اقول لك على حاجه. في ناس واخده الحاجات دي سكرين شوت كصوره وبتنزلها. ده اكيد مؤسسات. ما يعني ما ماشي. انا مش بعيب في حد بس دي اكيد مؤسسه ما بتوجه رساله معينه لحد معين. في ناس والله نزلت الحاجات دي. هبقى اكلمهم انا اقول لهم شيلوا القرف ده. او ايه العبط ده يا جماعه؟ ما احنا فاهمين الرساله يعني ليه بتقولوها لنا. ايش نخش على التقييم. ماشي يلا. احنا مش هنقول لك انت تتفرجي وما تتفرجيش، ده اكتر من ورد وشوكولاته في الانتشار. ما اتفرجتوش. فانت مش هقول اللي ما اتفرجش زمانه اتكعبل. يعني انا واحده من الناس بقول لك سبت يعني سبت في حلقه 7 كده، ريحت شويه بس ما لحقتش. اتحرق لك كل حاجه. رجعت عادي يعني انا اسفه جدا خدوني معاكم. هقعد اتفرج واشوف بقى الرحله دي رايحه على فين. مسلسل حلو اتفرجوا عليه. يستاهل ان انت تتفرج عليه لان هو فيه رسائل زي ما يعني الرسائل اللي كانت بتظهر في اخر كل حلقه، بس هي لا المسج عموما مهمة. الوعي بالمرض النفسي
ودي شابوه. معانا من اول شوط. فاحنا مم. لازم نعرف ان الاهل ليهم دور مهم جدا. لازم كل ما انت هتعمل زي استاذ هاني عادل ولا ايه؟ لا خلاص لا لازم نعرف ان المسلسل ده ليه دور مهم يا جدا. جماعه الاهل ليهم دور مهم اه جدا. اه اه ولازم نعرف ان ورشه براح لازم تركز شويه. شكرا.